موقف في أحد البيوت الساعة 3 فجرا صباح يوم الخميس أو مساء، مش عارف. الرئيس المكسيكي مروان اقفل التلفزيون ده. ايه يا نور في ايه؟ بقول لك اقفل التلفزيون ده، احنا لازم نتغير يا حبيبي انت مش كنت رايح تعمل فشار؟ لا انا قررت لازم نتغير دلوقتي. طيب قفلته اهو. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ ما اعرفش بص، اللاب على السرير جوه، انا هدخل اجيبه وهطلع نرتب كل الكورسات اللي عايزين ناخدها الشهرين الجايين. طيب ماشي اتفضل. بعد 10 دقائق يا نور يا ابني انت فين؟ مش قلت هتدخل تجيب اللابتوب؟ تمام. اسبوع طويل مليان دوشة، كله اخطار ومغامرات. ريح بالك كده وارتاح وافصل من كل الحوارات. احكي وفضفض ملناش غير بعض، وتعالى هنونس بعض. اقعد معايا قعدة صفا. اي اصدقائي، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست المفضل بتاعكم قعدة صفا. مبدئيا بنعتذر عن ان مفيش حلقة نزلت الاسبوع اللي فات، وده علشان انا كنت في اسكندرية الاسبوع الماضي، ورجعت تعبان جدا، ويعني الجو في اسكندرية متخلف، يعني بطل 24 ساعة بتاع، فكنت جاي واخد برد منيمني، انا مش قادر اخد نفسي، انا مش قادر اتكلم 5 دقايق على بعض، فلو كنت اتكلمت كان زماني بفرفر وانا بتكلم وكده. فقلت يعني ايه بلاش، ودي تقريبا اللي هي اول حلقة ما نلتزمش بيها من اول ال الدنيا، من اول ما بدأنا. دي الحلقة 10 حاليا، وحلقة واحدة بس اللي احنا ما نزلناهاش في ميعادها. ورحلة اسكندرية كانت رحلة رائعة. لأول مرة أحس إن أنا شفت البلد كلها، واسكندرية هي مدينة أنا بجد إن هي الأجمل في هذه القطعة من الأرض اللي احنا عايشين فيها، وهي المكان الوحيد اللي أنا بحس بأمانة إني أنا وأنا فيه. وهناك الرحلة كانت لذيذة، شفت حاجات كتير، قابلت ناس جداد لزاز وتعرفت عليهم، وقضينا وقت كويس مع بعض. وفكرة ان انا اتعرفت عليهم وبقيت ان وفتيت فتيت وسطهم فت ان يعني بسرعة، وقدرت ان انا ابقى معاهم واتكلم واحكي واسمع وبتاع. دي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي. ليه؟ لاني انا كنت من الناس اللي بقول على نفسي اني انتروفيرت، واني ما بعرفش اتعامل مع الناس، وما بعرفش افت ان، وما بعرفش مش عارف ايه وكده. ففكرة ان انا اندمج وما خافش ان انا عرفت 5 جداد مرة واحدة في قعدة، وقاعد مع ناس كتير وبمشي مع ناس كتير وكده، دي حاجة غريبة بالنسبة لي. وده ياخدنا بقى الموضوع الحلقة. شوف الترانزيشن الجميل ايه، وهو التغيير. وبكلامي عن التغيير هتلاقي ان انا ما بتكلمش عن جزء واحد من التغيير، لان التغيير بيشمل حاجات كتير جدا في حياتنا. وساعات التغيير بيبقى بإرادتنا، ساعات التغيير بيجي غصب عننا، ساعات التغيير بنبقى عايزينه وما بنعرفش نعمله، ساعات التغيير اللي عايزينه ده بيجي فجأة من غير اصلا ما نسعى اننا نعمله. وانا بحضر الحلقة، واكشلي كنت بحاول اسجلها امبارح، بس كنت مصدع جدا وما قدرتش، وحاسس ان انا بعيد نفس الكلام اللي قلته امبارح. وانا بحضر الحلقة يعني لقيت ان الموضوع متشعب بشكل مرعب، ان انا حتى ما كنتش عارف ابدأ منين واروح فين واجي منين، وانا هكتشف ده دلوقتي معاكو. ولكن يعني علشان تبقوا عارفين انا بحاول اتكلم عن ايه، فخليني احرق لكم هنتكلم عن ايه، وبعدين نشوف هنبدأ منين. انا يمكن اكون بعاني من مشكلة، وهي ان انا عايز اغير حاجات كتير في حياتي، ويمكن نفسي اتغير، وفي نفس الوقت عايز اوصل لاجابة على سؤال: احنا مين؟ وهل ينفع نتغير ولا لا، او نقدر نتغير ولا لا، وهل البني ادم بيتغير ولا لا؟ والدنيا بتتغير، كلنا متفقين على ذلك، الظروف بتتغير، الاحوال بتتغير. طب هل التغيير اللي بيحصل ده بيغيرنا وبيخلينا ناس مختلفة؟ وازاي اصلا نتأقلم مع التغيير ده؟ وهل ينفع حد يتغير بسرعة، ولا الموضوع بياخد وقت؟ وكل الأسئلة اللي بنفكر فيها في أوقات عشوائية في حياتنا دي،
انا عايز احاول اني اجاوب على كل هذه الاسئله بشكل او باخر. معرفش همشي منين واروح فين، بس ويعني عايز اكون صريح معاكم، انا مش في افضل احوالي النفسيه اللي تسمح لي ان اتكلم يعني بشكل صافي 100%. بس ما كنتش عايز ان انا افوت اسبوع كمان من غير ما انزل يعني. التغيير هو سنة الحياة، والتغيير هو شيء مهم جدا في حياتنا. الحياة من غير تغيير ما اعتقدش انها تبقى حياة اصلا. يعني لازم حاجات تتغير عشان نخوض تحديات جديدة، علشان نحس ان بالحياة، عشان نحس ان في حاجة بتحصل. سواء التغيير ده جه من الدنيا، سواء التغيير ده جه فينا وقررنا احنا بنفسنا اللي نغير، ولكن الثابت الوحيد في هذه الدنيا هو التغيير. وهي حاجة في الأغلب مش تقدر تحاربها، لأن احنا بنتغير لما بنكبر واحدة واحدة، وبنتغير لما بنعرف معلومات جديدة، والتغيير اللي بيحصل ده ما بيبقاش تغيير ملموس. وفي نفس الوقت الدنيا بتتغير من حوالينا. ناس بتروح وناس بتيجي، ناس بتظهر، الظروف بتتغير، شغل بتخسره، شغل بيجيلك، فرصة بابها بيتفتح، حاجة بابها بيتقفل. كل ده كافي جدا انه يغير فينا ويغير في شكل حياتنا. وفي بعض الأحيان التغيير بيبقى ضروري ومهم. إن أنت تبقى مثلا في مكان أنت مش شايف نفسك فيه، وهو مش مكانك، فهنا بتقرر إنك تغير المكان ده عشان تقدر عشان تعيش الحياة اللي أنت عايز تعيشها. كبشر طبيعتنا دايما إننا بنحب نعيش في السيف سايد، بنحب نحافظ على الطريقة اللي بتأكلنا عيش، وبنحب نحافظ على الطريقة اللي بتخلينا مبسوطين. لدرجة ان احنا مثلا لما بنيجي عايزين نتفرج على حاجة، مثلا عايزين نتفرج على مسلسل او فيلم او بتاع، كتير مننا بيروح يعيد مشاهدة حاجة استمتع بيها قبل كده، لانه هو ده الكومفورت زون بتاعته. ما بنحبش نغير السرير اللي بننام عليه، ما بنحبش نغير المكان اللي احنا عايشين فيه، وده طبيعي جدا. ولكن في بعض الاوقات الحياة بتيجي كده وتقولك ده مش اختيارك يا معلم، غصب عنك هيحصل تغيير. وبصراحة ده التغيير اللي يمكن انا اكون شاطر فيه. يعني لما باجي افكر في نفسي بجد ان انا عايز اغير حاجات كتير قوي في حياتي وما بقدرش. من اسبوعين او 3 يمكن كنت بكلمكم في فكرة ان الواحد لازم ياخد باله من وقته، وان انا سبت الموبايل في بيت اهلي، وان لازم اكون بقى اب كويس، ولازم اجتهد في اني ابني نفسي بشكل مش عارف ايه وبتاع وعايز اغير ده. عايز اغير فكرة الوقت والانسحال في ما يدر عليا دوبامين، سواء افلام ومسلسلات وسوشيال ميديا وبتاع. وكنت بسعى ان الواحد نفسه انه يغير ده، وبعدين فجأة لقيت نفسي برجع ورجعت ريما لعادتها القديمة. لقيت نفسي برجع واحدة واحدة لنفس ما بدأت عليه، ويمكن وقعت في حفرة أعمق. وأصلا كنت بتكلم في ده وقتها ان دايما انا بحاول اتغير وبحاول اغير دون، وكل مرة بينتهي بيا المطاف في حفرة اعمق من اللي قبلها. فكنت بسأل نفسي، هو اصلا البني ادم بيتغير، ولا هو دايما بيرجع لنفس النقطة، وان مفيش حد بيتغير، وان التغيير اللي بيحصل هو تغيير وهمي مش حقيقي من نواحي كتير بقى يعني. بس بصيت على حياتي برضو كده وشوف ولقيت انها اتغيرت في كتير من الاوقات، خصوصا لما جه تغيير مفاجئ. يعني مثلا في الثانوية عامة، انا كنت في بلد ما، وبعدين فجأة حصل تغيير. وقبل ثانوية عامة ما تبدأ على طول كنت في بلد تانية، كنت في اسكندرية. ووقتها بلد يعني ما كنتش اعرف فيها حد، ما اعرفش فيها مدرسين، ما اعرفش فيها اي حاجه. لاول مره هقعد لوحدي، كنت قبل كده قاعد مع اهلي يعني بتاع. واتحطيت قدام هذا الامر في ثانويه عامه في بلد جديده ومن غير حد جنبي، انا المسؤول بشكل كامل عن الحياه اللي هعيشها ديت. وفجاه
بدون مقدمات يعني. والتغيير ده وقتها غيرني كبني ادم، خلاني اتعلم بقى حاجات كتير، عرفت نفسي اكتر. عرفت ايه اللي اقدر عليه وايه اللي ما اقدرش عليه. وقدرت يعني امسك زمام الامر يعني. وقدرت ان انا اتأقلم مع التغيير ده. خلاص it is what it is so يلا بينا. وده ما اثرش على ادائي يمكن في الثانويه عامه، او هو اثر بشكل كبير، ولكن يعني تأقلمت مع التغيير دون وخلاص. ولازم امشي في هذه السكه، ولازم ان انا اكمل بهذا الشكل. وكنت شاطر في ده. وبرضه في حاجات بتتغير في حياتنا بدون يعني تركيز مننا قوي، زي مثلا الاكلات اللي احنا بنحبها، وزي مثلا الاماكن اللي بنحبها او ما بنحبهاش او كده. يعني انا وانا صغير مثلا كنت بحب الكوسة، وبعدين لما كبرت بقيت بكرهها. ما كنتش بحب الملوخية وبعدين بقيت بحبها. ما كنتش بحب كنت بحب السمك وبعدين ما بقتش بحبه. وحاجات تانية كتير بالشكل ده مثلا من ناحية الأكل. وبرضو علاقتنا بالأماكن، يعني يمكن من سنتين مثلا أنا ما كنتش بطيء أروح الجامعة، دلوقتي أنا بعشق أنزل الجامعة. في فترة يمكن الواحد كان بيحب يروح فيها المدرسة، بعد كده ما عادش بيحب يروح المدرسة. كلنا أعتقد عندنا تجربة في فترة المراهقة مع حاجة بشكل أو بآخر ما بنحبش اللي احنا كنا بنعملها، ايا كان ايه هي. آه، وم- ومثلا ممكن حد بيحبش يروح الجامع بقى بيحب يروح الجامع، او العكس، او ايا كان، سواء كان تغيير ايجابي او سلبي يعني. فالتغيير هو موجود في حياتنا، ده دليل على انه موجود. ويمكن برضو اللي خلاني احب اتكلم عن التغيير ان انا كنت بري ووتش المسلسل العظيم جدا بريكنج باد. وبعدين بتفرج على والتر وايت كده، مش هحرق ما تخافوش يعني لو حد ما اتفرجش. ورحلة الرحلة بتاعته دي، لان هو يعني لما جيت اتفرج يعني افكر كده في شخصيته، لقيت ان يعني ده تحليل نفسي جدا لشخصية الإنسان، اللي هو الراجل من بني آدم محترم خجول ضعيف مش عارف مين، آه لتاجر مخدرات وقتال قتلة. وفي نفس ويعني وما كانش حتى عايز يعترف لنفسه ان هو بقى الشخص الوحش ده. والشخصية بتاعته دي لما تيجي تركبها بقى على اي بني ادم في الحياة، تركب تركب جدا، بس اديله وقته يعني. ويمكن المسلسلات هي اكتر حاجة بيبان فيها التغيير في الكاركترات. الكاركتر ديفلوبمنت دايما ياخد لك شخصية من حتة لحتة تانية خالص. لكن يمكن الفرق بين المسلسلات وحياتنا الحقيقية ان المسلسلات احداثها بالنسبة لك بتحصل في ساعات معدودة، رغم ان يمكن يكون وقتها في الزمن بتاعها هو الحقيقي طويل. لكن حياتك مش هتقدر تاخد يعني، مش تقدر تختصرها في ساعتين وتحقق فيها نتيجة في الساعتين دول او whatever يعني. تاني حاجة بتثبت نظرية ان الناس بتتغير عادي وكده، وهي الناس اللي حواليك. ان البني ادم بيتغير ودي حاجة مش المفروض تستغرب منها. صاحبك اللي كان يعني يا نهار ابيض معاك 24 ساعة وشخص رائع وبتاع، وبعدين بقى تاجر مخدرات عادي فاهم؟ بقى والتر وايت. او لو مثلا وخصوصا بيحصل ده امتى؟ لما الواحد بيدخل الجامعة تلاقي فتح على عالم جديد ومش عارف مين، فابتدى يدخل له مصطلحات جديدة يتعامل معاها وبتاع، فابتدى يرفلكت لنفسه القديمة دي، فلقى ان ايه بشكل واعي او لا واعي ان ايه، ان في حاجات مش راكبة مع شكل الحياة الجديد اللي هو بقى فيه، او ان هو كان منغلق على نفسه وبعدين انفتح شاف عالم اوسع ولقى ان ان في حاجات كتير هو عارفها عن نفسه غلط، فاتغيرت او كده. وبعد كده بقى تيجي تقول له انت اتغيرت على فكرة، ما بقتش تحبني، بعتلك على الواتساب ما شفتهاش، لا يا شيخ لا والله عشان ما بقتش تحبني وكده بقى وبتاع. من التغيير اللي بيحصل برضه هو التغيير اللي بيحصل في آرائنا ومعتقداتنا.
وانا بجد ان من الطبيعي جدا ان ارائنا ومعتقداتنا تتغير، وان في ناس بتفضل مثبتة في رأيها والمعتقد بتاعها لمجرد ان هي بس مش عايزة تبان ضعيفة، او مش ما كانتش متمسكة بموقفها كفاية او بتاع او كده. ولكن انا بجد ان من الشجاعة جدا ان انت لما تغير رأيك في حاجة يبقى ده طبيعي، وما تتكسفش من انك غيرت رأيك فيها. لان هي اصلا الحاجة اللي انت غيرت رأيك فيها دي جايز هي نفسها تكون اتغيرت، وده اللي خلاك تغير رأيك، او انت اتغيرت وقد يكون للأحسن، او قد يكون بشكل انضج، فابتديت انك تغير رأيك فيها. سواء كان رأيك في بني آدم، سواء كان رأيك في حاجة في الحياة، سواء اي شيء يعني ممكن. زمان مثلا الواحد كان هجومي شوية، متحيز جدا لرأيه، وما بيحبش ان هو يعني دايما ديفنسيف كده عليه وبتاع. لكن دلوقتي الواحد اهدى وفليكسيبل ان هو يغير آراءه، واعتقد ان دي حاجة مهم ان هي تبقى عند كل الناس، لان مش دايما هتبقى صح، ومش دايما هتبقى غلط، وانت مش علامة. من الحاجات مثلا اللي انا غيرت رأيي فيها حاجة زي تيك توك. زمان انا كنت تيك توك مش عارف ايه، لا ما ينفعش، مش عارف مين كذا كذا كذا، ومش هنزل عليه، وانا مش عارف ايه وبتاع ويمين وشمال. وبعدين ولما كنت حتى بتكلم مع حد صاحبي كان يقعد يقول لي لا انت قلت حاجة اللي بيخلي الناس اللي في العالم الخطيرة تبان نماذج عظيمة هي انهم بيفضلوا متمسكين بآرائهم وما بيغيروهاش. ايوه يا معلم، بس الناس العظيمة اللي انت بتتكلم عليهم دول عندهم 50 سنة ولا بتاع. انا لما يكون عندي 17 سنة وخدت رأي 18 17 سنة وخدت رأي ما ينفعش ان انا خلاص بقى هفضل ستيك تويتس لحد ما اموت. يعني ده هبل، ده هبل رسمي جدا. فابتديت اللي هو لا، يعني منك لله اني سمعت نصيحتك يا استاذنا، ولكن ابتديت لا، اللي هو انا ما عنديش اي مشكلة اصلا ان انا اقول رأيي امبارح والنهاردة غير رأيي في الحاجة اللي انا قلتها امبارح دي. لاني جايز اكون قلته بشكل متسرع او بدون دراسته بشكل كافي او بتاع. فتيك توك مثلا زي ما قلت كنت شايفه ابلكيشن مش عارف ايه وكده، ولكن مع النضج شوية قلت ان هو ده بيزنس. يعني موضوع اصلا الكونتنت كرييشن دون من الاول والاخره لاي حد بيعمله هو بيزنس، صناعة ترفيهية، والهدف الاول والرئيسي من اي بيزنس هو الظهور والربح. فهي مش فكرة ان انا بخلي المنصات تناسب فكري وتناسب ما املكه من اراء ومش عارف ايه ولا، لكن لا، انت عندك دلوقتي منتج، المنتج ده عايز تبيعه، فبتشوف المنصات اللي تقدر تبيع من خلالها هذا المنتج، وبتستغل الادوات المتاحة بالنسبة لك عشان المنتج ده يتباع، بغض النظر بقى عن ان انت المنصة دي بتعمل ايه وبتسوي ايه وبتاع. مش فارق معايا هل انا كمستهلك احب تيك توك او عندي تيك توك او مش عارف مين. لا، انا ما عنديش تيك توك وما بحبش تيك توك ولا حتى بحب انستجرام ريلز، ولكن جست يعني انا مدمن. ولكن الحتة اللي كانت عندي بتاعت ان اللي بينزل على تيك توك ده ما اعرفش ايه، او ان انا مش هنزل على تيك توك واستحالة انزل على تيك توك ومش هقلل من نفسي ومش عارف ايه، بقت فكرة متخلفة جدا. لان زي ما قلت ده بيزنس، والبيزنس هو اللي بيغيرك، مش انت اللي بتغير البيزنس. يعني انت بتشوف ايه اللي شغال وبتشتغل بالطريقة دي، بشرط ان مش يعني ان انت ما تكتبش اللي الناس عايزة تسمعه وما تعملش اللي الناس عايزة تشوفه، ولكن تعمل اللي انت عايز يعني تكتب اللي انت عايز تقوله وتعمل اللي انت عايز تعمله بالطريقة المناسبة مع البيزنس موديل اللي بيجيب. لو انت هدفك انك تظهر وتعمل بيزنس، لو انت هدفك انك بس يعني تعبر كده ومش مهتم بالظهور ولا مهتم بكذا، خلاص يعني براحتك يا معلم، بس ما تتوقعش بقى نتائج مبهرة يعني.
من الحاجات برضو اللي غيرت رأيي فيها لاني كنت شاب متخلف هو موضوع المثلية الجنسية وبتاع، ده انا كل واحد حر ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ وابتديت بقى لا لا كنت عيل صغير يعني متأثر جدا بقى بنتفليكس ومش عارف ايه وبتفرج واو يا عم عندهم حقوق يا عم وبتاع كده. بعدين غيرت رأيي لناحية تانية تماما. لان الواحد كان يعني رايح ناحية الثقافة الغربية شوية ومتبع لهوى هذه الدنيا وبتاع. وبعد كده الحمد لله ربنا يعني نجده من هذه الدنيا وابتدى يعرف حاجات بقى حقيقية اكتر ويفهم وبتاع، وبالتالي غير رأيه واكبر يعني حتى في ديانتنا الإسلامية لما تيجي تبص كده على شخصيات في الدين بتاعنا جامدة جدا، خالد بن الوليد أو كده أو غيره، يعني مش شرط هو، في ناس كتير كانوا يعني كفار جدا وكفار بدرجة بشعة من الكفر، لدرجة ان في ناس منهم مثلا كانوا عايزين يقتلوا النبي، وبعدين بعد كده بقوا ناس يعني بيحاربوا جنب النبي. فده برضو يثبت لك ان احنا بنتغير وان كل حاجة كده ودايما احنا بنبقى صح. يعني ايه دايما بنبقى صح؟ يعني لما انا كنت بقول ان تيك توك ده هو مش عارف ايه، فانا هنا كنت صح بالنسبة لوقتها. ليه؟ لان دي كانت اقصى، يعني ده الرأي اللي وصلت له، نتاج اقصى ما توصل اليه عقلي في هذه الفترة الزمنية. زي مثلا ان الانسان في الاول كان بيعبد الشمس او الاصنام او مش عارف ايه، فده كان بالنسبة له وقتها صح 100%، ان دي اكتر حاجة عقله وفكره وصل لها. وبعد كده لما العقل والفكر تطور ابتدى يعبد حاجة تانية، فوقتها هو كان صح 100% لان دي اكتر حاجة عقله قدر يوصل لها. وفي بعض الحقائق دلوقتي قد تكون انت شايفها حقيقة مطلقة وعندك رأي واضح وصريح فيها ومتأكد منها 100%، لان احنا دلوقتي، ولكن شوية ممكن وعقلك يتطور والحقيقة اللي انت كنت فاكرها حقيقة مطلقة دي تغير رأيك اتجاهها وتلاقي ان حاجة تانية هي اصح منها، ومش بالضروري هتكون صح برضو بعد كده. احنا في رحلة بنتعرض فيها لحاجات كتير جدا وبيدخل لنا افكار كتير جدا وبتلعب مع بعض جوه دماغنا العاب كتير جدا، تنس وباسكت وبتاع، وبينتج بقى حاجة. لما الفكرة الجديدة دي تنتج ما تفتكرش ان انت لو قلتها تبقى بتقلل من نفسك او مش عارف مين، لا بالعكس، انت كده تكون يمكن متصالح مع نفسك اكتر وقادر ان انت تعبر عنها بدون خوف من ان الناس تحدفك بالطوب او بتاع. حتى يعني مش مهم الحتة دي، بس آراء الناس السياسية اللي هي فكرة ان انا الرئيس ده انا شايفه كذا والرئيس ده انا شايفه كذا، وبعد كده اغير رأيه بعدين فالناس تقعد بقى تقول انت مش كنت بتقول وانت مش كنت بتعمل وانت مش كنت بتنيل. طبيعي يعني، طبيعي قلت رأيي وقتها، كنت غلطان في رأيي واكتشفت ده، فكان عندي شجاعة ان انا اطلع اقول لكم ان انا كنت غلطان. والتغيير بقى الصعب والتغيير الفلسفي والوجودي اللي بجد صعوبة بقى يعني فيه جدا، وهو تغيير الصفات والعادات. يقول لك ايه بقى؟ ان ديل الكلب عمره ما بيتعدل وبتاع. وبعدين انا ما اعرفش حقيقة ده ايه بصراحة. يعني لما برجع زمان وابص عليا بلاقي ان انا كان فيا صفات سيئة جدا، وبان في تعاملي مع الناس القريبة مني وقتها. ولما بصيت على الحاجات دي وحاولت اغيرها، انا فعلا يعني حاربت علشان اغير حاجات كتير جوايا، سواء صفات او عادات، ولكن عمري ما عرفت هل انا فعلا اتغيرت ولا لأ. لما بتعرض لمواقف شبيهة للمواقف اللي كنت فيها وحش زمان، بحس من جوايا ان انا يمكن عايز اعمل نفس التصرف الوحش اللي عملته قبل كده، ولكن بحاربه وبعمل عكسه لاني فهمت ان ده وحش، وقبل كده ما كنتش عارف ان ده مش المفروض اقوله او اعمله او بتاع، او ما كنتش عارف اتصرف ازاي في موقف معين، وتصرفت بشكل متخلف جدا
وبعد كده فهمت المفروض اتصرف ازاي. ولكن دايما من جوايا ببقى مايل للحاجة اللي هي اللي عملتها بشكل تلقائي وقتها واللي كانت وحشة. فانا ساعتها مبقاش عارف هو انا كده اتغيرت ولا انا كده ما اتغيرتش وبحارب نفسي. وفي لحظة ما قوة المحاربة والإرادة ديت اللي بتحارب الشيء اللي انت عارف انه سيء هتتفك وهرجع تاني زي ما انا، زي ما برجع برضو في فكرة العادات زي ما انا. فالمحاربة الحقيقية في فكرة التغيير هي فكرة تغيير العادات والصفات. العادات يعني تجربتي معاها سيئة. انا بحاول بقالي سنتين ان انا اقلل استعمل الموبايل ومش عارف. بحاول بقالي كتير قوي ان التزم بالقراءة بشكل يومي وبلتزم حبة وبرجع تاني زي ما انا بحاول. بقالي كتير جدا اني اثبت ميعاد معين للشغل في اليوم وما بقدرش. بحاول ان انا اغير البني ادم اللي انا عليه دون. آه، وفي لحظات ما بفتكر ان هو اتغير وبعدين بجد ان هو ما اتغيرش وان انا تقريبا زي ما انا بكل الحاجات اللي ما بحبهاش فيا. وده بقى بيخليني افكر كتير هو في امل ولا مفيش. ودايما بقول ان في امل بس عمري ما حققت الشيء اللي اثبت لي ان انا كنت صح لما قلت ان في امل. لكن اللي بيحصل دايما هو اني بأمل وبطمح وبحاول وبعد كده برجع زي ما انا. هل احنا اللي عملناه قبل كده؟ هل احنا بتوع زمان؟ هل لو عملت غلطة زمان او لو عملت او لو كنت بني ادم وحش او بتاع، هل ده ما يديلكش الفرصة انك تكون بني ادم احسن؟ هل لو كنت حرامي وتوبت ده يفضل مخلي الناس شايفاك حرامي؟ ولا هما كده هيبقوا بيظلموك؟ ولا انت هتبقى شايف نفسك ازاي؟ هل هتكون بتقول انا حرامي وتوبت ولا هتكون بتقول انا بني ادم وغلطت؟ هل هتكون اتغيرت فعلا ولا هتكون بتكذب على نفسك؟ انا بجد ان يعني ان احنا معقدين جدا كبشر وان مفيش اجابة قد تكون صريحة على الموضوع ده. وان كان في اجابة صريحة على الموضوع ده فهي هتكون اجابة علمية وهي مش عندي. بالمناسبة انا ابتديت اقرأ في كتاب اسمه دوبامين نيشن. وهو بيتكلم عن الادمان وعن والادمان هو في جزء كبير منه ان حد مدمن على حاجة سواء كانت الحاجة دي يعني هي كانت دكتورة نفسية فكانت بتتكلم على ان هي كانت مدمنة على قراءة الروايات الرومانسية الروايات الرومانسية بشكل اكستريم لدرجة ان هي دايما كانت بتكون عايزة تجرب تحس مشاعر جديدة منها. فكانت تروح تجيب بقى كتب رومانسية على علاقات غريبة، علاقات مخلوق فضائي مش عارف ايه، وفي حاجات جنسية هنا وحاجات مش عارف ايه. فلسه ما اعرفش نهايه القصه ايه دنيتها يعني، بس ممكن ابقى اشارك ده معاكم بعدين لما اخلص الكتاب لو خلصته. يعني مش عارف التزم ولا لا زي ما بتكلم من شويه ان انا نفسي اقول ان انا هلتزم والتزم بس انا مش عارف. وحد تاني كانت بتتكلم على انه مريض معاها ان هو كان مدمن ل آم، يعني حاجات عيب و وبرضه كده. واعتقد ان في رحله تغيير هتتحكي في الكتاب وهشوف هو لان اللي كانت بتحكي عليه اصلا ان هو كان مدمن بشكل بشع يعني بشع يعني. فانا كنت عايز اقرا واعرف رحله التغيير دي هتمشي ازاي وهتروح على فين. بس برضو انا وانتي احنا كلنا غلطنا في حق ناس زمان. كلنا غلطنا في حق نفسنا زمان وكلنا بنغلط وهنغلط. فهل ده يجعل مننا الحاجة اللي احنا غلطنا فيها دي هل هي المفروض تفضل لازقالنا؟
هل لو انا في وقت ما كنت اناني ومفكرش غير في نفسي وظلمت حد، هل هل هفضل الشخص الاناني، ولا انا بتغير او اتغيرت؟ هل لو انا مش راضي بشكل حياتي دلوقتي وما بتعبرش عني بأي شكل من الأشكال، هل هتفضل كده وهل هفضل كارهها ولا هتغير؟ اللي دايما كنت بحب أقوله إن الشعور الغير متوافق مع الذات لن يكتب له البقاء. إن أي حاجة أنت مش موافق عليها من جواك هي مصيرها تتغير، مصيرها تتغير. دي حاجة أنا مؤمن بيها، بس لحد دلوقتي يعني ابتديت ان انا ايماني بيها يقل شوية من كتر ما انا شايف حاجات فيا كتير وحاجات عملتها وبعملها كتير ما بتعبرش عني بأي شكل من الاشكال، ما بتعبرش عن البني ادم اللي عايز اكونه. يمكن تكون بتعبر عن البني ادم اللي انا عليه، وجايز انا اللي معرفش انا مين كويس. مش عارف، الموضوع معقد لهذه الدرجة، ويمكن انا اتكلمت عن موضوع التغيير ده في وقت غلط، لان زي ما انتم شايفين دماغي مليانة بالافكار اللي جايز تكون بعيدة عن موضوع التغيير في حد ذاته، ولكن بحاول اجيبها عليه. انا شايف ان احنا مش المفروض يعني نفضل عايشين بذنب الشخص اللي في الماضي. و... ولو ان اعتقد ان جزء كبير من ال... البني ادم اللي كان موجود زمان ده هو موجود جوانا، بس لو احنا ادركنا خطأنا وعوزنا اننا نتغير وحاولنا اننا نتغير وبنحاول اننا نتغير، ف... فاعتقد اننا نكون بنظلم نفسنا لو لسه شايفين نفسنا وحشين او غيره. التغيير اللي بخاف منه هو التغيير الاكستريم، اللي هو مثلا حد يكون ما بيركعهاش مثلا وبعدين فجأة يبقى شيخ في الجامع، او حد يبقى شيخ في الجامع وبعدين فجأة يكون قاعد في بار. دي حاجة انا بخاف منها قوي، لان في الاغلب بتبقى رد فعل المشاعر متراكمة كتير ما بتبقاش حقيقية، وما مش عارف. تبقى حاجة صعبة قوي لما تشوف بني ادم اتحول يعني لناحية مختلفة جدا عن الناحية اللي كان عليها مرة واحدة. الموضوع بقى بيخوف قوي. ف ولكن في الحقيقة المفروض الموضوع ياخد وقته. ان انت مش بين يومين وليلة هتروح من حتة لحتة، ويمكن ده انا المفروض اعرفه في حتة ان هو الوقت والموبايل والشغل والبتاع، ان مش مرة واحدة هروح من ان انا قاعد على السرير 24 ساعة بتفرج على مسلسلات وماسك الموبايل، لان انا اقوم واشتغل وانزل واروح واجي واعمل بيزنس واعمل كونتنت واعمل كذا واعمل كذا واقرا واتعلم. الموضوع يمكن عمره ما هيجي كده، وانا يمكن عارف ده وحاولت كتير قبل كده ان انا اغير في فكرة التغيير الكامل دي، وان انا احط حاجات بسيطة قوي اللي انا اغيرها وبتاع، لكن الموضوع ده بحب برضه بينتهي في نهاية المطاف بشكل يعني برضه مش غير مرضي يعني. فأعزائي، لو كان عندك تجربة مع التغيير احكي لي عليها، ادخل ابعت لي واحكي لي عليها. تغيير بقى في نفسك، تغيير حصل حواليك، تغيير حصل لناس من حواليك، بس تغيير تكون انت واثق ان هو اتغير فعلا، مش لان كتير من الاوقات بنقرر اننا نتغير او نعمل حاجة او بتاع بعدين بنبتدي نمشي فيها ونحس اننا بنتغير فعلا وفجأة هوب نرجع لنفس النقطة تاني. لو عندك اي قصة هكون سعيد جدا باني اسمعها، واعتقد ان هي هتخليني احسن شوية وبس. يعني كان نفسي بصراحة ان انا اكون قادر اتكلم بشكل احسن او بتاع، ومش حابب يمكن الحلقة يعني مش حابب، حاسس ان انا ما اقولش كلام مفيد، حاسس ان الافكار مش مترابطة، حاسس ان الدنيا غريبة، وان انا
مش عارف، حاسس ان انا هبلت وقلت حاجات ملهاش علاقة ببعضها، ولكن يعني done is better than perfect. وبس كده، كنت يعني رجعنا والدراسة رجعت، ويعني زمانك دلوقتي رايح بقى، ممكن اقول بقى رايح وراجع بالكلية تاني، ولكن يعني كنت في المواصلات توصل بالسلامة رايح الكلية او راجع من الكلية، فبرضو تيجي او تروح بالسلامة ويبقى اليوم كويس. صاحي او هتنام فصباح الخير او تصبح على خير. بتعمل اكل في المطبخ فيا رب يطلع كويس. تسكل الكلية في اول يوم دراسة يا اخي، فيعني ربنا معاك ويا رب الدكتور يتبسط. سرحان في السقف ونايم، فرب تكون قضيت معانا وقت ممتع ملأته بالأفكار الغبية المتخلفة بتاعتي. وبس كده، كان معاكم نور كامل مع السلامة. قعدة صفا.